طبعا شاهدنا مؤخرا الهجمات التركية على شمال شرق سوريا وعلى شمال العراق، وكيفية استخدام الأسلحة المحرمة دوليا باتجاه كافة الحركات التحررية المطالبة للحرية والديمقراطية. وهذا الشيء ليس بالشيء الجديد الذي نراه من قبل الاحتلال التركي، فقد استخدم الأسلحة المحرمة دوليا في مرحلة عام 2019 عندما قام باحتلال مدينة رأس العين وتل أبيض. أيضا استخدم الأسلحة المحرمة دوليا ضد قوات سوريا الديمقراطية التي حررت كل مناطق شمال وشرق سوريا من تنظيم داعش الإرهابي. ونلاحظ أيضا بالفترات الجديدة بأن المحتل التركي أيضا يستخدم هذه الأسلحة المحرمة دوليا باتجاه الحركة التحررية الموجودة في شمال العراق وفي شمال شرق سوريا وباقي المناطق الأخرى التي تدعي وتدعو إلى الحرية والتواقع لحرية الشعوب والمجتمعات. وهذا شيء يدل على وحشية المحتل التركي وسياسته الخارجية والسياسة العسكرية التي يقوم بها باتجاه شعوب مناطق شمال وشرق سوريا. طبعا قلناها مرارا وتكرارا، وأصدرنا أيضا بيان فيما يخص هذا الإجرام الذي يقوم به المحتل التركي باتجاه شعوب وأهالينا في شمال وشرق سوريا وباقي المناطق الأخرى. أدنا هذا العمل اللا إنساني اللا أخلاقي باتجاه هذه المجتمعات وهذه الشعوب. ونكرر أيضا من شاشتكم من الكريمة ومن منبركم هذا، ندين ونستنكر أي عمل إجرامي إرهابي تقوم فيه أي جهة أخرى على رأسها المحتل التركي باتجاه كافة شعوبنا في شمال وشرق سوريا وباقي المناطق الأخرى.